بنبدأ في المحاضرة الرابعة، يعني هنقطع جزء من التاريخ. يمكن الغرض من إننا نتحدث عن الحياة النيابية والسياسية في مصر إن إحنا برضو نرى سويا حال الديمقراطية في مصر، كيف بدأت وما هي عليه الآن. يعني طبعا يمكن اللي أنا عايز أشير إليه برضو إنه إن الإنسان بيتميز عن الموجودات اللي موجودة في الطبيعة بحاجة بنسميها الوعي الذاتي. ويعني إيه الوعي الذاتي؟ يعني الوعي الذي ينعكس على نفسه وبيترتب عليه إنه بيقول أنا. يمكن هذا الوعي الذاتي غير موجود عند سائر المخلوقات كلها. وكمان الإنسان مش بيكتفي بيقول أنا، بل عايز الآخر يعترف بيه. برضو الآخر برضو هو نفسه له وعي ذاتي، هي نفس الكلام، وبالتالي لديه نفس الرغبة إن الآخر يعترف بيه. مش كده ولا إيه؟ هي دي بداية العدالة اللي أنا عايز أتكلم عنها، إنه الاعتراف بيبقى لازم يكون اعتراف متبادل. الاعتراف لازم يكون اعتراف متبادل، مفيش أنا وغيري مش موجود، لا، أنا موجود وغيري موجود، أنا ليا رأي وغيري له رأي، أنا ليا فكر وغيري له فكر، هكذا. طيب، إنكار الآخر بيترتب عليه إيه؟ إن يبقى فيه أسياد وعبيد. اللي أنا عايز أوصله، إنكار الآخر يترتب عليه وجود أسياد وعبيد. وده اللي حدث عبر التاريخ، إن في فئة كانت موجودة تستعبد فئة أخرى. قد تتغير صورة الاستعباد عبر التاريخ وعبر الزمان إلى صور مختلفة ومتباينة. يعني يمكن الثورة الفرنسية كان شعارها المساواة علشان تقضي على فكرة السياد وعبيد، وأصبح الحرية والمساواة هي مبادئ هذه الثورة التي عمت أوروبا كلها ثم انتقلت إلى الشرق بعد ذلك من خلال الثورة الفرنسية. طيب، حد ممكن يسألني يقول لي طب وإيه دخل ده في العمل السياسي؟ وشكله بيبقى إزاي؟ يعني هل ممكن دلوقتي في العالم أسياد وعبيد؟ ويمكن أقول طبعا موجود. إزاي؟ حين يتحول المواطن إلى رقم لا يؤخذ برأيه ولا يشارك في السلطة، أصبح مجتمع أسياد وعبيد. يعني دون أن يعلن عن ذلك، مش شرط نقول إن المجتمع أسياد وعبيد، ولكن ما يدور على الساحة حقيقة الأمر في أي مجتمع من المجتمعات اللي موجودة في العالم، إذا تحول فيه المواطن إلى رقم ليس له رأي وليس له دور ولا يشارك السلطة في إدارة شؤونه هو الحياتية، أصبحت أسياد وعبيد. برضو اللي أنا عايز أقوله، مناقشة موضوع السياسة موضوع مش هين، لأنه المقصود بمناقشة موضوع السياسة أننا نناقش كيف ينبغي أن يعيش الإنسان، وهذا قيمة عالية جدا، أن نناقش كيف ينبغي أن يعيش الإنسان. هذا أمر في غاية العظمة، ولذلك العمل السياسي هو قمة الهرم في أي مكان، والبناء السياسي هو أهم بناء في أي كيان.
ويمكن دايما أكرر وأقول إنه بدون بناء سياسي مفيش بناء ثقافي أو بناء أو بناء اقتصادي أو بناء اجتماعي. برضه أنا عايز أضيف الناس، طالما بقول أنا يبقى خلي بالك إنه الناس عندهم اعتداد بذاتيتهم. يعني أيا كان ثقافته وتعليمه، وأنا أتكلم في حتة التعليم دلوقتي والأمية، أيا كان هذا الإنسان هو عنده اعتداد بذاتيته، وعنده مسألة الكرامة ديت مسألة هامة جدا. يعني ممكن، وبتبدأ مسألة الكرامة دي من طفل صغير، ممكن يقول لك ما تكلمنيش كده، انت بتضربني ليه، انت بتبص لي كده ليه، ولسه ما يعرفش حاجة، بس ممكن يبقى طفل في مرحلة ابتدائية ويرد عليك بنفس هذه الردود. الاعتداد بالذات ده بيدفع المواطنين للمطالبة بإيه؟ بحكومة ديمقراطية تعاملهم معاملة الراشدين، مش معاملة الأطفال، مش معاملة اللي أنا باخدك على عقلك وأعمل اللي أنا عايز أعمله، لا، بعاملك إن أنت إنسان لك ذاتيتك. يبقى الديمقراطية مطلب طبيعي للإنسان الحر اللي مش عبد، يعني لأنه هو له ذات، إلا إذا قلنا حولنا هذه الذات إنها غير موجودة إلى عدم، إلى رقم، مش كده؟ طيب